من هذا الصندوق الأسود من المرشحين الذين يتمتعون ربما بنفوذ أو بعلاقات مع الدوائر الحكومية الأخرى، لكن بشكل عام العقل الجمعي، الوعي الجماعي للمجتمع العراقي إلى متى يبقى يعني فريسة لهذه السلوكيات؟ يعني ابتداء دعنا نعزي أبناء بغداد بالحادثة الأليمة اللي حدثت هذا اليوم في بغداد باستشهاد ثلة من أبناء الوطن، أبناء القوات المسلحة عبر أيادي يعني مجرمة آثمة. وأيضا يجب أن نذكر السبق الأساسي اللي اليوم حدث ببيان الحكومة الواضح والصريح بالإشارة إلى الألوية التي قامت بهذه الجريمة وارتباطها، وهذا لأول مرة يحدث في العراق بأن يتم الكشف عن الألوية ما وراء الشخص مو الشخص نفسه، وهذا يحسب للحكومة الحالية. العود لسؤال حضرتك، احنا دعنا نتحدث انه صح هناك غياب للوعي عن المواطن، لكن ايضا غيابنا احنا عن الساحة لإفهام الناس. يجب أن نتحدث دائما يعني هاي البرامج المهمة عبر الشرقية وغيرها مع الناس عن هذه الأكاذيب اللي جاي تصير. أنا هسه يعني للنكتة ردت أقول لك في بداية الحديث، تعال ما نروح عليه هذا، خلي عيننا أنا وياك قبل هذا وأنا مرشح ضده. نعم. يعني خلي أقول لك، أنا قبل 5 أيام كنت في جلسة مع السيد رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من المرشحين، وصار طرح للكثير من القضايا. هسه أنا هذا الكلام سمعته بإذني وموجه للناس عبر قناة الشرقية ومن لسان رئيس الوزراء. قال 2 ماكو، حتى للناس يا أهلنا يا ناسنا حتى ما تصدقون هذا الوعد. قال 2 ماكو. الأولى التعيين، ماكو أي تعيين لا بصفة عقد ولا بصفة أجر ولا بصفة جندي في الدفاع ولا في صفة شرطي في الداخلية ولا في صفة مجاهد في الحشد الشعبي ولا بصفة عقد في وزارة الصحة. كل هذه المسميات ماكو نهائيا أي درجة توظيف أو تعيين بأي صيغة في الدولة العراقية. هذا رئيس وزراء العراق، أعلى جهة في العراق، اللي موعدين بهذا الشيء معناتها موعدي أكاذيب. القضية الثانية النقل، التنقلات. قال بشكل قاطع ونهائي لا يوجد أي تنقلات، كل وعود التنقلات والتعيين هي وعود كاذبة بشكل واضح. لازم نحكي ويا الناس. هنا أنا أريد أقول أنه الكثير من عندهم جمع بطائق انتخابية، 40 بطاقة لقاء تعيين، لقاء أجر، لقاء عقد، 50 بطاقة لقاء نقل، وهذه الأشياء اللي جاء نسمع بها يوميا. وتقرير حضرتك أيضا كان واضح وصريح وبشهادة لأحد الأشخاص اللي كان يتحدث، وهم كثر يعني، حتى من ما يكون بس هذا الشخص هو هدفنا، لا، هي الحالة الكثير. أنا أعرف أنه هذا مثال، لكن الحالات كثيرة وموجودة في جميع المناطق، في الشعلة والكاظمية والحرية والأعظمية والمحمودية والطالمية، كل مناطق بغداد ومحافظات العراق أجمعها فيها من هذا. لهنا أريد أشير بقضية معينة أيضا أشار لها الأستاذ حميد بضرورة أن تكون توجه من الحكومة. هو أكو لجنة وتعاون كبير بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبين القوات الأمنية وبين القضاء العراقي، وأنا اللي أعرفه واللي وصلنا والمفوضية عازمة عليه على كشف الكثير من هذه الأشياء، وسيتم تتبع ربما حتى في بلورة بعض الأشياء لكشف بعض المرشحين اللي يجمعون بطايق وكشف هاي البطايق علما، وسيتم اتهامهم هم ومن سلم بطاقته بتهمة التزوير. وهذا بهذه الحالة وهذه الرسائل التي يجب أن تصل مباشرة للمواطن، يجب أن تعي الناس أن عند تسليمه للبطاقة سواء مقابل مال أو مقابل تعيين أو مقابل نقل، هو يرتكب جريمة التزوير هو ومن استلم من عند البطاقة وحتى المرشح الذي قد يستبعد من الترشح من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات إذا ما حدث ذلك.